السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا واصل عنطالي ومرحبا بكم في قناة الزاد مع واصل عنطالي، القناة التي تهدف إلى تبسيط الدين وتقديمه بقلب حاضر وعقل واع وروح تشتاق إلى الله. إخواني الكرام، وفي هذا الفيديو الثالث من سلسلة الزاد سنتحدث عن أصل الأصول ولب الدين وقاعدة الطريق إلى الله إن شاء الله. سنتحدث عن العقيدة وهي موضوع رئيسي. إخواني الكرام، كم من إنسان يصلي ويصوم ويتصدق ويحج، لكنه يحمل في قلبه خللا في العقيدة، ظنا منه أن العبادة وحدها تكفي، دون أن يعرف من يعبد وكيف يعبده ولماذا. إخواني الكرام، العقيدة هي أساس، هي الجذور التي تغذي كل الفروع، هي الأرض التي يبنى فوقها البناء، فإن كانت الأرض صلبة ثبت البناء، وإن كانت رخوة أو فاسدة سقط كل شيء. هكذا هي العقيدة. إخواني الكرام، ما هي العقيدة أصلا؟ العقيدة هي ما تؤمن به عن الله. هل تؤمن أن الله وحده لا شريك له؟ هل تتوكل عليه وحده؟ هل تطلب منه وحده؟ هل تخافه وحده؟ هل تحبه أعظم من كل شيء؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة وأجب عليها. للأسف قد يقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إخواني الكرام، بعض الناس إن ضاعت منهم حاجة يذهبون إلى الكهنة أو العرافين، وبعض النساء إذا تأخرنا في الزواج يلجأن إلى الدجالين والتمائم، وبعضهم ينظرون الذبائح للقبور ويطلبون الحاجات من الموتى، عافانا الله وإياكم. إخواني الكرام، أين هي العقيدة؟ إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله ولا نطلب العون إلا منه، فهو وحده القادر وهو وحده السميع المجيب. إخواني الكرام، يا أحبابي في الله، قبل أن تصلي أو تصوم صحح عقيدتك، طهر قلبك من الشرك والرياء والتعلق بغير الله. تعلم أن التوحيد أو زرع الإيمان الصحيح في قلبك، فإن صحت العقيدة صلح العمل، وإن فسدت فلن ينفعك شيء. إخواني الكرام، وفي آخر الفيديو إن شاء الله، إذا أعجبك هذا الفيديو فشارك مع من تحب، فربما كان سببا في تصحيح العقيدة وإنقاذ شخص من الضلال بسببه. ولا تنسى متابعة سلسلة الزاد. إخواني الكرام، فالقادم إن شاء الله أعمق وأجمل وأقرب إلى الخير. أنا واصل عنطالي، وهذا هو الزاد الذي يحيي القلوب وينير الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.